قاعة محلية الضعين اليوم شهدنا منتدى ملهمات النسوي. هذا المنتدى الذي يناهض بحقوق المرأة وأيضا يسعى إلى تدريب وتأهيل المرأة حتى أن تكون لها مشاركة فعالة في مستويات الحكم. قد شاركنا بمنتدى ملهمات النسوي بولاية شرق دارفور باللجان المدنية السودانية، ونحن نأمل إنه المنتديات والندوات السياسية عن الراهن السياسي تكون متواصلة جدا في الولاية، ونأمل إنه المرأة بولاية شرق دارفور إنه يكون عندها مشاركة واضحة جدا وعادلة في جميع مستويات السلطة والحكم خلال المرحلة الجاية، وده وفقا لما أتى في الدستور الانتقالي لوثيقة التأسيس أو حكومة التأسيس الجديدة، وهو حق من حقوق المرأة في مشاركتها في المستويات الحكم الثلاث. أشكر قناة الحقيقة على حضورها اليوم لمنتدى ملهمات، وربنا يوفق وربنا يسعد كل من زارنا ووقف معنا، والمرأة دائما بتمثل كل المجتمع. بنشكر الجميع على وقفتهم معنا، وكان منتدى ما شاء الله رائع جدا. اليوم شهدنا العديد من البرامج والأنشطة وبمشاركة كبيرة جدا من الناشطين، وأيضا بمشاركة كبيرة جدا من المرأة ومن الأحزاب السياسية، وأيضا بحضور من حكومة الولاية. تم تكريم إعلاميين وأيضا قنوات إعلامية تنقل كل الأحداث بولاية شرق دارفور. هذا المنتدى النسوي هو يسعى أيضا كما ذكرنا إلى تطوير المرأة في شرق دارفور. لذا من قناة الحقيقة ومن ولاية شرق دارفور، أحمد آدم سليمان لقناة الحقيقة.